اليوم طبعا أتوقع قد تكون 9/6/2013. احنا ضمن حقل ديرو النفطي، هاي المنشأة الحيوية. أنا جيت أثناء ما رحل اللواء 113 من هذا المكان، سلكت هذا الطريق وأخذت صور لهذا البناء اللي مثل المحرس. كانت هذه حول هذا المكان آليات وأشياء تخل العقل ولا ترحل بأيام. ومن ذكرياتي أيضا الجميلة أني جيت على هذا الراجار، بقول يصور لي إياه. طبعا وجه علي الكاميرا شوي. هذا الراجار اللي أنا أحكي عنه كان به المدعو أبو حديد، صاحب أشهر فيديو بالثورة، اللي يقول إنه لواء درع الإسلام يقتحم اللواء 113. جاب واللي تحاصرنا احنا يمين هذا البناء عند البوابة، وكان أحد الأشخاص وهو ضابط كنا بالجيرودية، ضربوا أبو حديد بالقناصة، فهذا نزل بينا بالشيل كخرط لغاية ما خلانا مبطوحين جوا مستوى الرصيف. فبقينا محاصرين شي ساعة، وبعد ذلك أنا كنت الطريق باتجاه حقل معمل السكر. اليوم احنا جينا بزيارة عادية، مرينا على المزاد ندور دراقية، لكن حبيت أشوف المكان هذا بعد تحريره، اللي كان مستحيل إنه أحد يقدر يوقف المكان هذا أو يصور أو كذا. الناشط محمد علاء.